الله الله يا سلام يا البنات على الكيكه نهار اليوم كيف جاتكم يا البنات. جاتكم رائعه. شوفوا لي المنظر ديالها، شوفوا لي الشكل ديالها، شوفوا لي لا كريم كيف دايره الصراحه. غزاله كتجي فنه كيكه ولا اروع. بمذاق البندق، كيكه البندق والشوكولا كتجي من اروع ما يكون. فرحوا بها وليداتكم، فرحوا بها ريوسكم ضيوفكم. شوفوا لي الخفه ديال هاد الكيكه هادي. غادي نخليها تبرد مزيان، عاد ديك الساعات غادي نقطعها بلا ما نقطعها بلا ما نوريها لكم. راها غادي نتوما تايقين فيا في الكيكات ديالي اللي كنصاوب لكم، راهم ناجحين وهشاشين يا البنات. كيجيو فنين. انا كنعطيكم دائما الحاجه اللي مجربه وناجحه. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير ان شاء الله. يوجدكم هذا الفيديو من قناتي ومطبخي ملح وسكر وانتم في احسن الظروف والاحوال. اليوم جددت بكم اللقاء عاوتاني باش ندير لكم واحد الكيكه. اش من كيكه مميزه جدا. على سميتها مميزه لانني غادي نستعمل فيها، شوفوا معايا، غنستعمل فيها البندق. كتجي كيكه البندق بالشوكولا، كتجي غزاله وان شاء الله غادي تتبعوا المقادير معايا من الاول حتى الاخر وتشوفوا كيفاش غادي يجي الشكل ديالها. يلا نبداو على بركه الله ونسميو الله، وايضا نصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. كيف كتشوفوا معايا كناخذوا ديك 100 غرام عندي هنايا ديال البندق، وداك الصلي غادي نزيد قبل ما نخدموا به. غادي نلبسوه بشويه ديال الدقيق. كتشوفوا معايا غادي نلبسوه هاد اللاطه مزيان باش ما يتحرقش لينا ملي غادي نصهدوه. غادي نصهدوه في الفران ولا هكذا في شي مقيله. غادي نحيدوا الفائض ديال الدقيق بطبيعه الحال، وغادي نديرو يتحمر ليا. عندي هنا تقريبا البنات 100 غرام. نحاولوا يا البنات نديروا لوليداتنا هكذا دي كيك اللي فيهم الفواكه الجافه، بحال اللوز، بحال الكركاع، بحال هكا البندق. عارفه بان البندق راه غالي شويه، ولكن مره ناخذوا داك الرابعه ديال البندق او نص رابعه على حسب الاستطاعه ديالنا، وهكا ندخلوها في الكيك كيجيو رائعين ومميزين. انا درت غير المقله. غادي نصهد هذاك البندق مزيان، غادي نطحن منه شويه باش نديروا بودره مع الدقيق، وما تبقى غادي نخليه باش غادي نزين به الكيك ديالي. اذا غادي نبداو على بركه الله. ناخذوا 2 ديال البيضات. هاد الكيك غادي يجي فيه الشوكولا. غادي نديروا القدصه ديال الملح باش نطلعوا شويه البيض، وعاد ديك الساعات كنضيفوا واحد الكاس ديال السكر. انا درت كاس ما عمرش. انا عندي الكاكاو المر، وغادي نزينو كيف قلنا بالشكلاط. دونك ما غاديش نكثر الحلاوه. عندي كاس اولا نص كاس فايت ديال الزيت، قطرات ديال روح الفاني، واحد الياغورت فاني، وعندي طبعا شويه ديال الخل، 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام، وعندي هنا الدقيق غادي نشوف 2 الكيسان ولا 2 كيسان ونص على حسب الخليط ديالي. وغادي ندير واحد شويه ديال الماء سخون. هذا مكان ونبداو. راكم تعرفوا دائما البيض دائما كنخدموه مع في الاول باش ما نصدعكمش. كنخدموه في الاول مزيان حتى كيرغوي، وديك الساعات غنبقاو نضيفوا طبعا السكر شويه بشويه. انا كيف كتشوفوا معايا ضفت الزيت شويه بشويه وانا تنخلط حتى كتنسجم ليا العناصر كامله، البيض والسكر والزيت. وديك شويه ديال القطره ديال الفاني. نضيفوا داك الياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط كل شيء. غيبقاو لي غير النواشف، غادي يبقاو لي الخميره دقيق البندق والكاكاو. غادي نخلط كل شيء. ثم البنات البندق بعد ما تحمر ليا شي شويه كيبدا يتزلو ديك القشره بكل سهوله. ثم البنات بعد ما كيبرد لينا داك البندق كيتحيد بكل سهوله وما كيتحرقش ملي تنديروا له داك الدقيق. هذه واحد لاستيس البنات اعتمدوا عليها، تيجي غزال هكذا وما تيتحرقش نهائيا. ها هو بعد ما جرجتو شي شويه ما غاديش تطحنوه بزاف باش يعطينا ديك القرمشه داخل الكيك.
صافي هذا مكان. غادي نزول هذا من الطريق. هنا المول ديالي راني دهنته، هذا المول ديالي المعتاد كيف كتشوفوا. عزيز عليا هذا المول لان كيخرج الكيك رائع جدا جدا. البندق ديالي 2 معالق هكذا كبار. شحال ما درتو شحال ما مزيان لان تيعطي واحد لا تيكستور زوينه للكيك. هنا غادي ندير طبعا عندي الخمارات وعندي الدقيق. دائما دابا راني درت الفران يسخن. الكاس الاول، الكاس الثاني نغربلو الخماره. الطحين راه عندي مغربل ديجا طاو. وندير داك 2 معالق تاع الماء ولا معلقه كبيره سخون، الماء سخون. صافي غادي ندير ديك شويه داك الماء سخون وغادي نضيفو طبعا الكاكاو باش ما نساوحش. عندنا طبعا حتى هو واحد المعلقه بومبي حتى هو غادي نغربلو. نزيد واحد شويه وغادي نخلط الكل نكملوا هذيك الخميره. صافي وغادي نشوف الدقيق واش خصني ولا لا، لان كيف شفتوا درت البودره او البندق حتى هو غادي يشرب ليا العجين. دونك الا خصني غادي نضيف. صافي غادي نخلط هكذا مزيان. صافي غادي نضيف شويه ديال الماء. حتى الماء ملي كيكون سخون كيطلع الكيك زوين. وغادي ندير شويه ديال الخل، معلقه صغيره فقط. صافي وغادي نخلط الكل حتى تكون ليا ديك 8. صافي غادي نحبس، ما غاديش نزيد الدقيق. نتوما البنات الخليط كون ليا ديك 8، اذا غادي نحبس. شفتوا هاد الكيك دائما نعليو يدينا. صافي الفران راني شعلته. غادي نطيبوا الكيك ديالي، الكيكه ديالي غادي نطيبها من التحت. صافي غادي نوزعها هكا ومن بعد كنخليها طيب. نتوما البنات بعد ما كنخرجوا الكيكه ديالنا من الفران تاكدوا بواحد الكيغدون باللي راه هي طايبه. شوفوا تبارك الله تنفخات، راها طابت غير وانا حطاها لتحت. يلا زدت لها شي شويه هنايا من الفوق. غادي نديروا واحد الكاغيط باش غادي ان شاء الله نديموليوها. راه عاد باقيه ليا سخون. نتوما البنات الكيكه ديالنا بعد ما قلبناها كنوجدوا هنا واحد لاكريم ديال كريم باتيسير بالشوكولا. صافي وكان نفرغوها هكذا فوق منها. من بعد غادي نعطيكم المقادير ديال هاد لاكريم او شوكولا كريم باتيسير، كتجي زوينه هكا. صافي كناخذوا داك الكميه ديال البندق اللي كانت بقات لينا. شوفوا كي كتجي رائعه. وكنخليوها هكذا تبرد. كناخذوا ديك الكميه اللي بقات لنا ديال البندق. صافي كنبقاو هكذا تنلوحو من الفوق الحبات ديالنا ديال البندق باش اللي كلا الكيكه ديالنا طبعا غيعرف بانها مصوبه مصوبه بالبندق ماشي بشي حاجه اخرى. هنا كي كتشوفوا الكيكه خفيفه يا البنات، خفيفه بزاف، كتجي رائعه. 100 غرام راه تقدكم البنات ديال البندق ما بين الطحين، يعني ما بين غادي تطحنوه وما بين هكا تزينوا به. الكيكه كتجي من ألذ ما يكون. جربوها يا البنات. حتى المنظر ديالها كيشهي بزاف. هنا كيف كتشوفوني وزعت الحبات ديال البندق. ودابا غادي ندوزو باش نقطعوا هاد واحد المرصو من هاد الكيكه هذه الرائعه. هنايا خديت السكين غادي نقطع لكم بعد ما بردت ليا شويه ديك الكريمه. نتوما خليوها تبرد وتشد في راسها. الكيكه الصراحه هشيشه بزاف، اما الكريمه فهي عطاتها واحد المذاق زوين كيتواتا مع الشكلاط وداك المذاق ديال البندق.
هنا غادي نهز لكم تشوفوا كيفاش جا الشكل ديالها، والهشاشه شوفوا يا البنات هشيشه كتحمق. انا غادي تشوفوا ندوق لكم شويه منها. لا بد ما نديروا واحد اللمسات ديالنا ديال التذوق. هانتوما كتشوفوا دغيا كتقطع وهشيشه ورطبه، والمذاق ديال الشوكولا. هنا الكريمه راه ما حلواش بزاف، لان كنت درت فيها حتى القطع ديال الشوكولا، وخليت لكم الراحه وان شاء الله تبارك الله عليكم، وحقكم في الجنه بعدا، وتبارك الله عليكم. وان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه جديده اخرى. نتمنى من كل قلبي انكم توصلوا لهاد الكيكه لاكبر عدد من اللايكات. والله يجازيكم بالخير ويخليكم ليا يا ربي دائما وابدا.